السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل الكشري الحلو او ترند بلبن الجديد. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل كشري حلو ممكن تعمليه في البيت. بس قبل ما نشوف الطريقة ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك، ويلا نسمي الله. عندي هنا كوبايتين مية حطيتهم، واول ما ابتدوا يغلوا ضفت عليهم نص كوباية من الرز. ده رز مصري عادي، غسلته كويس وحطيته على المية، وهوطي عليه النار جدا علشان الرز ما يلزقش في الحلة ويستوي معانا يبقى بالشكل ده. لازم نسويه تسوية كاملة. بعدين هضيف كيلو من اللبن او الحليب كامل الدسم، وهيدينا الحليب لازم يكون كامل الدسم علشان يدينا نتيجة حلوة للرز. هقلبهم كويس واسيبهم يغلوا على نار 10 دقايق. واول ما يبتدي الرز بتاعنا يغلي ويبتدي يتقل معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هنضيف السكر. دول حوالي 5 معالق كبار من السكر. وبعدين هنجيب نص كوباية من اللبن، وهضيف عليها معلقة نشا كبيرة، و3 معالق كبار من كريم شانتيه خام، ومعلقتين من القشطة. دوبتهم كويس مع بعض في اللبن ونزلتهم على الرز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعدين هنضيف رشة بسيطة من الفانيليا، وكده الرز بلبن بتاعنا خلص. من احلى واجمل وصفات الرز بلبن اللي هتاكليها، هيبقى جميل جدا معاكم. هسيبه يغلي كمان 10 دقايق، واول ما خلاص يستوي بالشكل ده ويتقل معانا هنطفي عليه النار ونجيب العلب الجميلة بتاعتنا دي، ونبتدي نحط فيها الرز بلبن بتاعنا. هنحط كده حوالي نص العلبة، ونبتدي نغطي العلب بتاعتنا بالغطا بتاعها ونحطها في التلاجة بس بعد ما تبرد، ونسيبها بقى عبال ما نكمل الوصفة مع بعض. ونشوف بعد كده هنكمل الوصفة مع بعض، نشوف هنعمل ايه. عندنا بقى بعد كده هنبتدي بالكنافة. عندي هنا ربع كيلو من الكنافة، حوالي 250 جرام. حطيتها في الفريزر ولازم تجمد بالشكل ده عشان تبقى سهلة في التقطيع. فرمتها كويس جدا وحطيت عليها حوالي 3 معالق كبار من السمنة، وهدهنهم كده. هفركها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده علشان تتغلف كويس جدا بالسمنة. بصوا بنفس الشكل ده. فردتها كويس جدا في الصينية، وشغلت النار بتاعي على درجة حرارة 200، وحطيتها. وكل 3 دقايق او 5 دقايق بالظبط بخرجها اقلبها لغاية ما تبقى بالشكل ده، وتبقى كلها لون واحد وتبقى محمرة وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنركنها على جنب ونعمل بقى الجلاش مع بعض. جبت هنا لفة من الجلاش فردتها كده مرة واحدة في الصينية، وهجيب حوالي نص كوباية من السمنة هغليها كويس جدا وانزلها على الجلاش. احنا بنغلي السمنة ليه؟ علشان الجلاش، علشان يعني تدخل في كمية الجلاش كلها، والجلاش بتاعنا كله يحمر مرة واحدة من غير ما تقطعيه او تتعبي نفسك. هيحمر، وهندخله برضو على درجة حرارة 200. واول ما يحمر بالشكل ده هنبتدي بقى نكسره مع بعض بأي حاجة، بإيدك أو بشوكة، بأي حاجة هنكسره خالص، ويبقى عامل معانا كده زي البصل اللي هم بيسموه البصل بتاع الكشري. هيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهجيب 3 معالق كبار من السيرب أو الشربات بتاع الحلويات، وده طريقته أكيد حضراتكم عارفينها. كوباية من السكر وعليها نص كوباية من المية، وهنسيبه يغلي. واول ما يتقل هنجيبه بقى، يعني العسل بتاعنا او الشربات هيبقى بارد، والجلاش كمان لازم يبقى بارد علشان يبقى مقرمش معانا وما يطرش خالص. هقلب كويس جدا ونركنه على جنبه برضو. وكده بقى معانا البصل او الجلاش والكنافة كده خلصوا. هنبتدي بقى نعمل اخر حاجة اللي هي الصلصة البيضة. هجيب حوالي معلقتين كبار من الزبدة، وهضيف عليهم معلقتين من الدقيق او معلقة كبيرة من الدقيق، يعني هي معلقة كبيرة. هنضيف معلقتين من الزبدة ومعلقة كبيرة من الدقيق، واول ما تبتدي تسيح كده هقلبها كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اول ما نبتدي نحس ان الدقيق بتاعنا ريحته طلعت قبل ما ياخد لون، هنبتدي نضيف اللبن. كوبايتين من اللبن هنزلهم على الخليط بتاعنا ده،
ودي الكريمة البيضة اللي هي شبه البشاميل. بصوا اول ما تقلت معانا بالشكل ده هنضيف بقى السكر حسب الرغبة. انا حطيت 3 معالق كبار من السكر، وبعدين هنضيف عليهم حوالي 3 معالق برضو من القشطة، ده بيديله طعم حلو جدا، ورشة كده من الفانيليا. وكده الصلصة البيضة بتاعتنا بقت جاهزة. واللي عنده كريمة لباني ممكن يضيف عليها، بتديها طعم حلو جدا. وبقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده الصلصة بتاعتنا خلصت. والحشوات بقى اللي موجودة عند حضراتكم، يعني لو عندكم اوريو او مانجا، اي حشوات موجودة عند حضراتكم بتضيفوها في الكشري الحلو ده. هنجيب العلب اللي فيها الرز بلبن بعد ما برد، وهنضيف اول حاجة بعد الرز بلبن هنضيف الكنافة المحمرة. وزي ما قلت لحضراتكم انا حمرتها في الفرن، وممكن تحمروها على النار من فوق حسب ما حضراتكم عايزين. وبعدين بعد الكنافة احنا ما ضفناش اي حاجة على الكنافة غير السمنة بس، يعني ما ضفناش سكر لان الصلصة دي فيها سكر وهتبقى حلوة جدا. ضفنا بقى الصلصة البيضة، وبعدين هنضيف الحشو بتاعنا. جبت كده قطع من الاوريو كسرتها بالشكل ده، وهنضيف بقى بعد كده البصل او بيسموه البصل او الجلاش بتاعنا المحمر. وهنضيف حبة تاني من الاوريو بالشكل ده. وهجيب اي صوص شوكولاتة عندنا او نوتيلا ونضيفها كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين. وكده اول علبة معانا خلصت. بصوا الجمال ما شاء الله، جميلة جدا. وهنجيب بقى الحشو التاني، هنضيف برضو بنفس الطريقة الكنافة بالشكل ده. وبعدين هنضيف الصلصة البيضة بتاعتنا، طعمها حلو جدا جدا، وبتدي طعم رهيب للكنافة ولعلبة الكشري بتاعتنا، بتديها طعم جميل جدا. عندي بقى هنا كمية من المانجا مقطعة قطع صغيرة، هبتدي اضيفها كده في العلبة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل الوصفات اللي ممكن تعمليها في البيت. هو جميل جدا جدا وطعمه جميل ومميز وحاجة جديدة. هنضيف برضو حبة من الجلاش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنجيب برضو كمية من المانجا كده على وش الطبق. وكده تاني علبة معانا بقت خلاص جاهزة. كده خلصنا تاني علبة، وهنجيب بقى العلبة التالتة. هضيف برضو بنفس الطريقة بالظبط. هنحط الكريمة بتاعتنا اللي طعمها جميل جدا جدا وغنية، وبتدي طعم عسل للكشري. هنضيف المرة دي هنعمله بلوتس. جبت بسكوت لوتس كده وفرمته ناعم جدا، وحطيت منه رشة كده. وبعدين حطينا البصل، وبعدين هجيب كمية تاني برضو من بسكوت اللوتس. ايوه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنجيب برضو زبدة اللوتس كده، هسيحتها كده بمعلقتين من الزيت وضفتها على الوش زي ما حضراتكم شايفين. وكده الكشري الحلو بتاعنا جاهز. احلى واجمل طريقة ممكن تعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وهيبقى زي بتاع بره واحلى واجمل كمان. حاجة كده روعة روعة، طعمه جميل جدا جدا، ويستاهل التعب، يستاهل ان انتي فعلا تعمليه في البيت. يعني حتى لو خد معاكي وقت شوية، بس نتيجته جميلة جميلة، وهيعجب الولاد جدا، وهيطلع معاكي بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. وان شاء الله تجربوا طريقتي وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.